ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. وصفتنا النهارده ان شاء الله وصفة سهلة وبسيطة بتفكرنا كده بايام الطفولة وايام كده زمان. هنعمل مع بعض النهارده كيكة الرواني او كيكة الزبادي. هنعملها كده بطريقة سهلة وبسيطة وكمان بمقادير مظبوطة جدا. وهقول لكم ازاي كده نظبط السكر بتاعها وتطلع معانا كده حلوة مش مسكرة. قد ايه؟ بصوا الكيكة معايا طرية وهشة كده جدا، وانتي بتاكليها كده هتلاقيها بتدوب كده في البق. تعالوا كده نشوف الطريقة بتاعتها ونشوف مقاديرها ونشوف هنعمل ايه مع بعض. قبل اي حاجة، قبل ما نبتدي ان احنا نعمل الكيك، نبتدي نشغل الفرن معانا على درجة حرارة 180 علشان يسخن معانا. تمام؟ علشان الكيك ده مش بياخد وقت خالص لما بنحضره. هنبتدي كده في بولة احط فيهم كده 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، واحط عليهم كمان كوباية من السكر. تمام؟ هبتدي كده اضربهم بالهاند بلندر كويس كده مع بعض. وطبعا مادام حاطين بيض يبقى هنحط فانيليا. تمام؟ هنبتدي كده نضربهم كويس مع بعض بالهاند بلندر. ممكن يعني في الخطوة دي تعمليها في الخلاط عادي، مفيش مشكلة. المهم يعني نضربهم كده كويس البيض مع السكر لغاية لونهم كده ما يبقى فاتح كده معايا، يبقى لونهم كده ابيض ويبقى فاتح معايا. تمام؟ الخطوة دي مهمة. هنبتدي ان احنا بضرب كده البيض مع السكر كده كويس لغاية لونهم ما يفتحي معايا. تمام؟ خلاص كده بالشكل دوت انا ضربتهم كده كويس، لونهم بقى فاتح كده معايا. خلاص هنبتدي بقى نحط عليهم نص كوباية من اللبن. تمام؟ السوائل بتاعتنا نص كوباية كده من اللبن، واحط عليهم كمان كوباية من الزبادي الكبيرة، كوباية زبادي اللي هي الحجم الكبير. تمام؟ واحط كمان عليهم نص كوباية من الزيت. هنبتدي بقى نضرب برضو المكونات دي كده مع بعضها. لو حابة تستغني عن الزبادي ممكن يعني ممكن تحطي بداله لبن، او ممكن تحطي بدل الكوباية الكبيرة كوباية صغيرة من الزبادي، وتكملي برضو بقية الكمية لبن. بس بصراحة الزبادي بيديها كده طعم حلو قوي، لان هي كيكة زبادي او كيكة رواني ديت بتبقى طعمها حلو كده، هي اسمها كيكة الزبادي يعني، فبيكون طعمها حلو كده بالزبادي. تمام؟ ضربت بقى المكونات مع بعضها السايلة. نبتدي بقى كده ننزل بالمكونات الجافة. هحط كده 3 معالق كبار من جوز الهند، وكمان كوباية من دقيق السميد اللي هو دقيق البسبوسة. تمام؟ ونبتدي كده احط عليهم كمان كوباية من الدقيق الابيض العادي، يعني نبتدي بس كده ننخله. انا دايما في اي كيكات بعملها لازم انخل كده الدقيق عشان تطلع معايا كده هشة وطرية. نخلت كده كوباية من الدقيق العادي، يعني هي ديت الصينية دي بتاخد كوبايتين، كوباية دقيق سميد وكوباية دقيق عادي. واحط عليهم كمان معلقة كده كبيرة مليانة من الكيك شيف. تمام؟ انا بستخدم كده بيكنج باودر في الكيكات اللي هي اللي بتكون فانيليا. دايما بستخدم كيك شيف عشان بيخليها كده معايا يعني بيخلي لونها كده معايا من جوه ابيض وبتكون كده فاتحه. تمام؟ ابتديت بقى هنا كده قبل ما اشغل، لسه مشغلتش الهاند بلندر، ابتديت بس كده اخلط كل المكونات مع بعضها علشان كده الدقيق ما يعفرش كده معايا. تمام؟ هبتدي بقى كده اضرب المكونات بقى كده. خلاص هبتدي اضربهم كده مع بعض. طبعا انا محضره بقى عندي الصينيه مقاس 30 تقريبا، ودهنها كده بالزيت ومعفرة كده بشوية دقيق. وابتدي بقى احط عندي الخليط بتاعنا. طبعا سمك الكيكة، يعني انت لو انت عايزاها تكون عالية بتتحكمي انت بقى في مقاس الصينية. يعني انت لو عايزة الكيكة تكون عالية معاكي بتعمليها في صينية صغيرة، عايزاها تكون ما تكونش عالية قوي تعمليها في صينية وسط. يعني السمك بتاعها بتكون يعني انت بتتحكمي فيه في مقاس الصينية يعني. تمام؟ انا بحبها تكون وسط يعني، ما بحبهاش تكون عالية قوي، فبعملها كده في الصينية دي. الصينية دي كده حوالي مقاسها كده حوالي 30 سنتي. بتطلع كده معايا مظبوطة، والقطعة كده بتكون الحجم بتاعها مظبوط يعني. هدخلها بقى الفرن. تمام؟ هخبطها بس الاول كده خبطتين 3 على الرخامة، وادخلها الفرن على درجة حرارة 180. بتقعد معايا في الفرن حوالي 35 دقيقة. على بال بقى ما تستوي نعمل بقى الشربات بتاعنا. هنحط كده كوبايتين من السكر وعليهم كمان كوبايتين من المية. تمام؟ وابتدي كمان احط عليهم نص عصرة ليمونة، وهحطهم بقى كده عندي على النار، هرفعهم على النار. تمام؟ واول ما يبتدي كده ان هي يغلي السكر كده يغلي معانا، هبتدي ان انا اديله كده تقليبه علشان ادوب كده السكر من تحت علشان كده ما يتحرقش معايا. تمام؟ ما بتاخدش الشربات دوت، مش بياخد وقت خالص على النار. ده الشربات الرواني بيبقى عامل زي شربات البسبوسه، بيكون كده خفيف. هديها كده تقليبتين. اول بقى ما يبتدي الشربات يغلي معايا هقفل كده عليها بعد 3 دقايق. تمام؟ عشان يطلع معانا كده خفيف مش تقيل. هنا بقى الكيكه خلاص كانت خرجت معايا من الفرن، الكيكه كده وهي سخنه
هبتدي كده اصب عليها الشربات وهو كمان كده سخن. دي برضو خطوة مهمة. بصوا بقى علشان هي سخنة والشربات كده سخن، وهي ما شاء الله الكيكة طالعة معايا حلوة. ابتدت ان هي تشرب معايا كده الشربات زي ما انتوا شايفين. انا سقيتها بكمية الشربات اللي احنا عاملينها كلها، الكوبايتين السكر اللي احنا كنا عاملينهم. ما تقلقوش، هي الكمية مش كتيرة ولا حاجة. هي بتطلع مظبوطة في الاخر وطعمها كان حلو قوي. فما تقلقوش من كمية الشربات ديت. ابتديت بقى بعد ما سقيتها بالشربات كده كله، هبتدي ان انا اغطيها. شايفين بقى ما شاء الله شربت معايا كمية الشربات ونفشت كده معايا. دي السميد كده لما بياخد سوائل بينفش كده زي ما انتوا شايفين بالشكل دوت. بس وانا انا ما كنتش مشغله الشوايه، انا شغلت الفرن بس من تحت، وهي خدت معايا اللون ده من تحت ومن فوق زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. ابتديت بقى هنا كده ازينها بشويه جوز هند زي ما انتوا شايفين. بس تزيينها سهل وبسيط وكمان طعمها حلو قوي. حطيت كده كريزه في النص، هي ما كانتش محتاجاها بصراحه، هي صينيه يعني كانت مزينه نفسها كده بنفسها، كان شكلها كده حلو. بس هنبتدي بقى كده، تعالوا نقطعها مع بعض ونشوفها كده من جوه عامله ازاي. قد ايه الكيكه طريه قوي وحلوه كده وانتي بتقطعيها، وكمان وانتي بتاكليها هتلاقيها كده طريه قوي معاكي وحلوه. ممكن كمان الوصفه دي بتتعمل جنب في اعياد الميلاد دي، يعني جنب التورت والجاتوهات وكده، برضو بتحطي كده قطعه في الطبق، بتكون برضو طعمها حلو قوي. تعالوا بقى ناخد كده كده قطعه يعني كده من الصينيه، وندوقها كده ونشوف شكلها عامل ازاي. بص بقى الكيكه طريه قوي معايا وحلوه، يعني طعمها حلو قوي، والسكر بتاعها مظبوط، الشربات ما تقلقوش من الكميه بتاعته، بيطلعها كده معاكي مظبوطه وحلوه. والكيكه فاتحه معانا، علشان كده بقول لكم انا في الكيكات الفانيليا بحب استخدم كيك شيف، بيخليها لي كده فاتحه قوي معايا. بس وده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير للفيديو لو عجبكم، واشتركوا عندي في القناه وفعلوا زر الجرس على كلمه الكل علشان يوصل لكم مني اشعار باي فيديو جديد انا بنزله. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.